عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله عندنا كنافة أو كنافة بالجبن. عندنا الجبن بنخلط جبن موزاريلا وجبن قشكوان وقشقوان، وهذا الفستق للتزيين، وهذا ملون لون برتقالي ملون الكنافة بنحطه بالمقلاة هذا، وهذا سمن مذاب، وعندنا هنا اللي هي الشيرة حقة الكنافة، قطرات الرحيق، وهذا يسمونها دبس تمر، يعني تمر الخلاص. بنخلط المكونات إن شاء الله هنا ونرجع لكم بإذن الله. الحين خلط الكنافة بالسمنة. الآن الكنافة خلطتها بالسمنة، والآن أيضا دهنته الآن هذا بالسمنة واخذت شوي من صبغة الكنافة. الحين بحط الطبقة الأولى هذه بالمقلاة، وبضيف لها الجبن، وأضيف الطبقة ونرجع لكم إن شاء الله. الحين صفيت حطيت الكنافة ورصفتها مضبوط على المقلاة. أبحط الجبن القشقوان، وبحط الجبن اللي هو موزاريلا بحطه فوقه، وبعدين بحطه بالفرن تحت على نار هادئة، هم فوق عشان يحمر الوجه. حطيت الجبن الآن نوعين فوق الكنافة، الآن بنزله إن شاء الله بالفرن الآن أسفل، وبعدين نبي نحطه فوق. بسم الله. في هذا الأثناء نبي نزبط المحكور. بسم الله. الحين طلعتها من الفرن، طبعا محمرة إن شاء الله وجاهزة. بعدين بقلبها الآن إن شاء الله بإذن الله. هذا الجبن طبعا، طبقة الجبن، وبقلبها الآن. هذه ما شاء الله النتيجة، نتيجة الكنافة النهائية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا محمرة ما شاء الله تبارك الله، وجاهزة للأكل. ما شاء الله ما شاء الله. لأن نحط عليها من دبس التمر أو نعم. صراحة ما استخدمت الشيرة اليوم تنويع، وهذا من أيضا قطرات الرحيق أيضا. زيناها باللوز الآن أو الفستق الحلبي. قطعتها الحين. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الجبن ما شاء الله.